السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا وسهلًا بإخواتي وحبايبي، يا رب كده تكونوا بخير وبسعادة يا رب وفي أتم صحة يا رب، اللهم آمين. بجد وحشتوني جدًا، جدًا من الفيديو اللي فات. قبل بقى ما ندخل على الوصفة، هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. هنعمل مع بعض العيش السوري في البيت، وبجد الطريقة مميزة، زي عيش برّه بالضبط، وهاقول لِك ليه زي عيش برّه بالضبط. لأن أنا لمّا جيت أعمل الوصفة قُلت لأ، ده أنا هاشتري عيش من برّه عشان أورّيكم إن اللي أنا عاملاه في البيت زي برّه بالضبط، بل أقول لكم كمان أحسن. يعني أولادي هُم لمّا باعمل الوصفة على طول بيقولوا لي: "يا ماما كمان أحسن." لإن بتبقى فيها سِنّة قرمشة صغيّرة، تمام. أنا طبعًا جِبت العيش السوري من برّه عشان أورّيكم إن أنتِ بتعمليه في البيت زي برّه بالضبط. طيب أنا عملت معاكم عجينة إيه، قليّلة مش كتيرة، تمام. حطيت كوبايتين دقيق متعدد الاستخدامات، ويا ريت بقى الدقيق هنا كمان لو ليه عرق يبقى تمام، تمام يعني. يبقى حلو أوي طبعًا. ورشة ملح، الكوبايتين دي خدوا معايا نُص كوباية مَيّة، طبعًا ممكن ياخد منِّك أقل أو أكتر، طبعًا بيرجع لنوع الدقيق. هاعجن بقى كويس جدًا، جدًا، جدًا. أنا عشان العجينة مش كتيرة معايا فعجنتها في الطبق عادي، لكن لو أنتِ هتعملي العجينة يعني أكتر من كده على الرخامة بقى ويعني واعجنيها كويس أوي، تمام. عجنتها بقى العجينة معايا ما بتلزقش وفي نفس الوقت طرية. هاجيب بقى طبق أو صينية أو أي حاجة هتدهني زيت عشان الكِوَر دي ما تلزقش معاكِ. هنضيف بقى في الطبق زيت ومن العجينة من الكِوَر العجين من فوق بردك زيت. وهنا الكورة بترجع معاكِ على حسب حجم الرغيف اللي أنتِ عايزاه. هنعمل مع بعضينا بقى إيه، أنا طبعًا سِبت العجينة يعني الكِوَر ترتاح شوية معايا لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة. هنعمل مع بعض التومية، ضِفت كوباية إلا ربع مَيّة ومعلقتين كبار نشا. وهارفعهم بقى على النار مع إيه، مع التقليب المستمر لحد ما إيه النشا معاكِ تبقى عاملة زي الفازلين معاكِ إيه، شكل الفازلين كده. أنا هنا معايا صينية، تمام. ضفتها على رفعتها طبعًا على البوتاجاز، وهتقلبيها على وشها إيه، عشان هتسويها على ضهر الصينية. لو أنتِ بقى عايزة حجم الرغيف يعني زي قد برّه بالضبط، يبقى حجم الصينية يبقى معاكِ 45 سنتي، هنا الصينية بتاعتي كانت صغيرة شوية، 45 سنتي وهيبقى قد الرغيف اللي برّه بالضبط، تمام. طبعًا هنا ما شُفتيش أنا بافردها إزاي، هتش هت هييجي معاكِ المقطع وأنا بافردها معاكِ. ضروري بقى لمّا نيجي نفرد العيش السوري، هنفرده على زيت مش على دقيق، لو فردتيه على دقيق هيبقى معاكِ حاجة تانية خالص. المعلومة دي يعني ضرورية جدًا. هنفردها على زيت، هنضيف زيت على الرخامة وزيت من فوق وزيت مش كتير، زيت قليل، بحيث إن إحنا إيه، العجينة تبقى طرية معانا وإحنا بنفردها، أكنِّك بتعملي فطير بالضبط، يعني حتى وأنتِ بتبُصّي كده في المقطع أكنِّك بتفردي فطير. هتبقى معاكِ الرخامة باينة من تحت، تمام. لو عايزة بقى حجم الكرة ديّة كانت قد يعني أكبر من البيضة شوية، لو عايزة قد اللي برّه بالضبط هتبقى قد الإسفنجية الصغيرة، تمام. فردناها وهارُش رشة دقيق حاجة بسيطة جدًا، يعني هارُش رشة بسيطة جدًا دقيق، علشان إيه، ال ال رغيف العيش هاخده بالنشابة، ما ينفعش طبعًا بإيديكِ هيتقطّع معاكِ. معاكِ بقى نشابة أو عصاية تكون مخصصة للمخبوزات، تمام. لفيتها بقى وهاخدها بالنشابة، والصينية هنا عندي هتبقى سخنة، لازم تبقى سخنة عشان الرغيف ما ينشفش معايا ويتشمّع على طول أول ما أحطه. هتشمّعيه من الجنبين وهتاخدي يعني نتيجة ممتازة، ممتازة بجد. فما تفرديش العيش السوري على دقيق، افرديه على زيت، وزيت مش كتير، تمام. وبجد عيش سوري زي برّه بالضبط وأحلى كمان، أحلى كمان عشان أنتِ اللي هتعمليه بإيديكِ. خلاص خلصنا، وصفة سهلة جدًا وبسيطة. هنعمل بقى التومية، معايا علبة زبادي كبيرة، وهاضيف عليها نُص كوباية لبن، وهاضيف عليها نُص كوباية مايونيز، وخلطة الدقيق بالنشا اللي إحنا إيه عملناها. لو ما عندكيش مايونيز خلاص، بس طبعًا المايونيز بيدّي طعم حلو أوي، أوي للتومية. خلاص كده يبقى نُص كوباية مايونيز، وعلبة زبادي كبيرة، ومعلقة توم كبيرة، ومعلقة خل كبيرة، ورشة ملح. طبعًا الملح إيه أنتِ هتضبّطيه بمعرفتِك، والخلطة اللي أنا عملتها، وربع كوباية زيت. هتضيفي ربع كوباية زيت بالتدريج، وهنضيف نُص كوباية لبن، وهتاكلي معاكِ أحلى تومية. جرّبيها بالطريقة دي وهتعجبِك. هنا ده العيش اللي أنا عاملاه معاكم، بجد تحفة، مش عشان عاملاه لأ بالعكس، أنا باقول لكم بجد تحفة عشان هو فعلًا تحفة والله، وعشان كمان أنا باشجعكم تعملوه في البيت، هيبقى رخيص وتبقي فرحانة بيه،
لان انت هتطلعيه فعلا زي بره بالظبط. خلاص انا حطيت الاول توميه، وحطيت كابوتشا او خس لو عندك اي حاجه يعني، وهتضيفي بقى البطاطس اللي انت عاملاها بايديكي، وهضيف الخيار المخلل اللي احنا عاملينه في البيت تمام، وهضيف ايه كاتشب. بس كده، وهتاكلي احلى سندوتشات بطاطس سوري جميله، حرفيا بجد جميله. يلا بقى جربي الوصفه دي يا ست الكل. افطروا بيها او غدوايه. انا كده بوريكم العيش اللي انا عاملاه في اللي هنا العجينه يعني بتاع على القناه، وده العيش اللي انا شارياه من بره. كل الفرق اللي بينهم ان العيش هنا كبير عن اللي انا عاملاه، لان الصينيه عندنا كانت صغيره شويه. لكن بجد مش هتفرقيه خالص، وهتشوفيه حتى معايا لما اجي اسويه في اخر الفيديو. خلاص طبعا ايه، احنا بنعمل الكميه اللي احنا المتواجدين بنعمل الكميه على قديهم، وبقيه الايه السندوتشات لما بقيه الفريق التاني يجي نعملها له. معايا بقى جريلا او طاسه اي حاجه عندك، هتضيفي عليها زيت حاجه بسيطه جدا تمام، وهضيف اقلي العيش السوري معايا. طبعا هضيف اديله تحميصه حلوه كده من جميع الجهات، بيبقى طبعا بيدي طعم حلو قوي سنه التحميصه البسيطه دي. واديكي يا ستي الكل شايفه مفيش فرق بين اللي احنا عاملينه معاكي قدام عينك في الوصفه يعني، واللي احنا شارينه من بره. يلا قومي كده تشجعي كده بكوبايتين دقيق او نص كيلو دقيق، نص كيلو دقيق هيعمل لك كميه حلوه. اللي وصل بقى لحد هنا لايك كده من ايديه الحلوه، واشتراك في القناه اللي ما اشتركش. بجد انا بنزل بشوف التعليقات بفرح جدا جدا بكلامكم الحلو بجد. وربنا يا رب كده يرزقكم من حيث لا تحتسبوا، ويوسع ارزاقكم، وكل اللي نفسه في حاجه ربنا فعلا يا رب يحققها له. واللي بيكبر بخاطر حد في كلمه حلوه او باي حاجه بيعملها حلوه طبعا معاه ربنا بيجازيه كل خير. السندوتشات معانا خلصت خلاص. سندوتشات بجد جميله جدا وحلوه قوي. وهوريكم طبعا اول سندوتش انا عملته اللي هو بالعيش اللي انا شاريه من بره، وهقطع معاكم من اللي احنا ده اللي احنا ايه شارينه من بره، بالعيش اللي احنا شارينه من بره، وده اللي انا عاملاه معاكم دلوقتي. يلا شوفوا بقى مفيش فرق، وبالعكس اللي احنا عاملينه كمان جميل قوي. يلا اسيبكم في حفظ الله ورعايته، مع السلامه.